تعالوا نتكلم على الفيتامينات الضرورية اللي المفروض ناخدها في سن 40. أول حاجة أنا باخد البروبيوتيك. طبعا أنا مريضة قولون، والبروبيوتكس هي بكتيريا نافعة فبتساعدني في الهضم، وبالتالي طالما صحة الجهاز الهضمي كويسة وهضمك تمام، الميتابوليزم نفسه. نيجي بقى لأهم حاجة ما ينفعش حد يستغنى عنه حتى لو انت لسه في العشرينات. الأوميجا 3 هو من أفضل الفيتامينات اللي لازم نحافظ عليها في جسمنا. أنا حتى لو باخدها على طول بتقوي الذاكرة، بتديني جلوي كده، بتخلي جلدي حلو، بتخلي شعري حلو. الأوميجا 3 من أهم الفيتامينات اللي تحافظي عليها. أنا باخد حاجة كمان للسكين والهير والنيل اللي هي ايجيا جلو. ده فيها هيلورونيك اسيد وبيوتين ومجموعه فيتامينات كلها مهمه لينا في كل اعمارنا، فما ينفعش برضو ان انا افوته. باخده برضو مره في اليوم، وساعات لما بخلص الباكج دي باخد بريك مثلا شهر وارجع اخدها. برضو من اهم الحاجات اللي بنحافظ بيها المغنيسيوم. ما ننساش ابدا موضوع المغنيسيوم. انا باخد حاليا مغنيسيوم ستريت، وكنت باخد قبل كده مغنيسيوم جلايسينيت. لما خلصته بدات في الستريت. المغنيسيوم مش بس كرامبات، المغنيسيوم بيحافظ على حاجات كتيرة قوي في جسمك، وكمان من الحاجات اللي بتهديكي من الاسترس وبتساعد على النوم مرتاح. انا باخده مره بالليل، وغير ان هو بينظم الحرق كمان، فهو من الحاجات المهمه. حافظي على فيتاميناتك، ودي جنرال. الفيتامينات دي جنرال، لكن لو انت عندك نقص في حاجات معينه بعد التحاليل فحافظي عليها، وحافظي على صحتك عشان تبقي دايما شباب. اكتبي لي في الكومنتات انت بتاخدي ايه من الفيتامينات اللي انا قلتها.